السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنخلي السردين بطريقة حلوة ويطلع معاكو مظبوط على الشعرة. هيطلع معاكو لحمه طري وكمان مستوي بأسرع وقت وما يبص منكم. اول حاجة انا جايبة معايا كيلو وربع من السردين، الكمية اللي تناسبك زي ما تحبي. طيب نوعية السردين اللي انا جايباها في كذا نوع، وانا معرفتش ده الا بعد ما جبت السردين. آه، النوع اللي انا جبته ده اللي هو فيه قشر من بره، في نوع تاني بيبقى مفهوش قشر. النوع ده بيقولوا ان هو بيبقى متلج، يعني احنا بنجيبه يعني فاكك، بس بيقولوا اللي هم يعني بيستوردوه بيبقى مجمد. اما النوع التاني اللي هو البلدي اللي فيه منه صغير ده ما لقيتش منه الصراحه. ان شاء الله لما اجيبه خليله تاني، هحاول اجيبه وهخليله معاكم برضو علشان هنخليله بطريقه تانية. اول حاجه كده انا جبت السردين بتاعي غسلته بميه، طبعا تقدري تقطعي شرايح ليمون في الميه دي بس مش مستاهله. وهنبدا نحطه في مصفى لحد ما نصفيه. تمام. واول بقى ما كده نحطه على جنب لحد ما ينشف معانا، عايزين يصفى من ميته. عندي هنا بقى جبت ملح خشن، كوبايه من الملح الخشن. الملح ده لقيته خشن بزياده، فانا مسكت ايدي الهون وفضلت كده ادق شويه انعمه شويه. طيب قوليلي هو ينفع بالملح العادي؟ اقولك اه ينفع. بس الملح الخشن افضل في انه ما بيخليش السمكه تحدق معانا زياده عن اللزوم، يخليه يتخلل معانا ومبقاش حدق قوي. تمام. طيب جبنا معلقه كبيره من الشطه الناعمه وحطيناها عليها، وما تقلقيش خالص، الشطه ما بتاثرش خالص في السردين ولا بتخليه يعني حادق، ده هي كماده حفظ مش اكتر. عندي هنا سردين، جبت شوفي اي فوطة عندك ورصيته عليها بعد ما سبته ينشف شوية في المصفى. انا عايزاه ينشف خالص من المية، لازم تنشفيه كويس. بس يعني ليه؟ علشان السردين المية اللي بتبقى سردين بتعمل بكتيريا وممكن يبوظ ويبقى ريحته مش حلوة. فاحنا نشفناه من المية كويس وحطيته على فرط لحد ما ينشف زي ما انت شايفة. وجبت بقى الاكياس بتاعتي اللي هخلي فيها السردين. باحط الأول معلقة كده من تحت، وبعد كده أحط بقى واحدة يمين وواحدة خلف خلاف. ولازم ولا بد بين كل سردينتين تحطي ملح، يعني بين كل سردينة وسردينة حطي ملح كتير. تمام. طيب في طريقة تانية، انك بتفتحي النغشيش كده زي الفسيخ، بتفتحي النغشيش وتمليها ملح. انا ما عملتش كده وطلع معايا تحفة ومستوي وزي الفل. لان اولا هو ناشف كويس جدا ومش مفهوش ميه، يعني ان انا هقعد بقى احط في النغشيش وكده، فهيطلع مظبوط معاكي باذن الله. طيب حاجه كمان، دلوقتي كده انت ركزي الملح على الراس، يعني هو اهم حاجه الراس يبقى عليها ملح كتير عشان ما تدخلش اي عفن او اي هوا. طيب انا دلوقتي عملت في اكياس، انت ممكن تعملي في ايه؟ لو عندك علبة مربعة كده مظبوطة هتبقى حلوة قوي، تفرشي فيها كيس وتحطيه كده، ترصي السردين جنب بعضه طبقة او اتنين. وبرضه لازم يكون جواها كيس وتربطي الكيس عليه. طيب انا دلوقتي ما عنديش علبة مربعة ان انا اعمل فيها اللي قلتلكوا عليها دي، فانا جيت جايبة اكياس زي ما انتوا شايفين وبدأت احطه قدامكم علشان برضو لو ما عندكيش تبقى تعرفي تتصرفي. انا مسكته بقى وحاولت على قد ما اقدر ان انا اشفط منه الهواء، وهفضل يعني ربطته كويس وهحطه كمان في كيس تاني، لان خدوا بالكوا وهو بيستوي هينزل زيت او الدهن بتاعه، وهو بيستوي كده هينزل كده ميه فلازم يتحط في حاجه. طيب انا عملت اول كيس وهحطه في علبة عندي عشان لو نزل مية ينزلها في العلبة دي. تمام. طيب عندي بقى الكمية التانية دي هحطها في كيس تاني، هعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها. طبعا انا ملقتش الغطا بتاع العلبة في وقتها، فانا هغطيته باي غطا لحد بس ما اجيب غطا للعلبة دي، يعني دي غطا علبة اكبر منها. هبدأ برضو احط نفس الطريقة اللي عملتها في في كيس تاني. طيب انا عندي هنا الملح والشطه كانوا اخر حاجه، وكده فيه لسه عايز يتحط تاني. حطيت ملح من غير شطه عادي خالص، انت ممكن تخلليه من غير شطه اصلا، هي الشطه كماده حفظ زي ما قلت لكم. فانا حطيته وجبت معلقتين كده من الملح الخشن عادي، وحطيتهم بقى على الوش ولفيتهم. انا عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا. هنسيبها قد ايه بقى متخلل؟ هنسيبها من
4 ايام لاسبوع بالكتير، لان السمك بتاعي السردين بتاعي كبير شويه. اما لو السمك الصغير 3 4 ايام. اهو بعد اسبوع انا فتحت عليه، شوفوا يعني شايفين دي بس الميه اللي نزلتها ميه نظيفه، وعلى فكره ريحته حلوه جدا، ريحه السردين لا غنى عنها يعني، حلو. شوفوا اول ما تخلي بقى، شوفوا ما شاء الله لونه بقى عامل ازاي. ده اللون ده واخده من الشطه، تمام. هنبدا بقى نطلعه كده، وهنقول لك هنعمل فيه ايه. جبت طبق وهنطلع واحده واحده كده. انا عايزه اقول لك الكيس اللي انا كنت عاملاه التاني ده اللي كان محطوط في العلبه، احنا لما فتحنا عليه احنا كلنا الكيس، كلنا كله. يعني كلنا الكيس وقلت الحق اصور ده قبل ما ناكله هو التاني من جماله وحلاوته. احنا بنعشق السردين عامه، لازم جنبيه كده طبق فول وطعميه وبصل، بصوا وعيشي حياتك. هنا بقى طلعت هوريكم هنعمله ازاي. اول حاجه كده انا فتحت اول سردينه. شوفوا اللي انا طلعته ده، بيقولوا بطرخ، بيقولوا عليه بطرخ، تمام. فبيتاكل عادي. السردين الرفيع الصغير البلدي بتاعنا ده ما فيهوش بطرخ ولا كده خالص. ان شاء الله هجيبه لكم اوريه لكم برده، بتبقى حلوه جدا. هبدا بقى ننضفه وحوش اللي في النص ده، ويبقى كده حلو معانا جاهز على الاكل على طول، ما تغسلوش من جوه. امسحيه بمنديل لو ما نضيفش معاكي كويس، بس هو بينضف. انا عايزه اقول لك الدمياطيه بيخللوه وبياكلوه تاني يوم على طول، يعني يخللوه النهارده تاني يوم بياكلوه بملح بس، بيطلع زي الفل. وبتخليه في البرطمان برضو بيبقى حلو جدا. بس كده. طيب طريقه حفظه ازاي؟ دلوقتي هو خلاص استوى معاكي، وانت مش هتسيبيه في الملح اكتر من كده علشان ما ينشفش منك. انا هخلي طلعته غسلته، اللي اتبقى معايا ده هلفه في كيس واحطه برضو في التلاجة، احطه في علبة واحطه في التلاجة عادي وهو مقفول. وكل ما احتاج اطلع منه وافتح كده واكل، وبيبقى زي الفل. وبالهنا والشفا على قلبكم. شوفوا لون اللحمة حمرة مستوية زي الفل. كده بقى عملت الكمية اللي احنا هناكلها، وده هحطه في التلاجة زي ما قلت لكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.